اهلا وسهلا بيكم في حلقة النهاردة ان شاء الله حلقتنا هتكون مختلفة شوية عن اي حلقة لغاية دلوقتي نزلتها على القناة. وده بسبب ان انا عاملاها كده كانذار او كلفت انتباه. يعني انا عايزة الفت انتباهكم لحاجة مهمة جدا، الا وهي الادراك او مفهوم الادراك. فانا لقيت ان هو من المهم جدا، يعني اللي سمعني الحلقة اللي فاتت هيلاقيني ان في بعض النقاط كده ركزت عليها وقلت لكم لازم تدركوها. وكنت قلت لكم لمحة بسيطة كده عن انا قصدي ايه بتدركوها مثلا، او معنى الادراك. بس لقيت ان هو من المهم جدا ان انا اعمل وقفة مخصوص عشان الكلمة دي او المفهوم ده. يعني عشان هو مهم جدا مهما إن كنت إيه، يعني مثلا طالب وهتدرس انت، مثلا بادئ الشغل، بادئ تطور من نفسك، فأيا كان انت هتسمع نصايح من حد مثلا. فلقيت ان الجملة ديت او المفهوم ده لازم ان احنا فعلا، يعني ان انا يعني انبه عليه، لان انا فعلا لقيت ان هو يعني معدوم خالص او مش موجود تماما في ثقافتنا او في معرفتنا او كده. ويعني ان هو حاجة يعني مخفية تماما. تمام. ففي البداية كده عايزين نعرف ايه معنى الادراك، او انا اقصد ايه مثلا بان انتوا تدركوا. فانا قصدي الادراك هو يا جماعة مستوى ضمن 3 مستويات. يعني هو مستوى ضمن مستويات استقبال العقل للمعلومات. انا بحبش الكلام الفلسفي بقى، بس هشرحه لكم ببساطة. يعني بصوا، عقل الانسان او احنا يوميا بنستقبل كمية معلومات كبيرة جدا. يوميا بنستقبل كمية معلومات كبيرة، سواء بقى مثلا احنا عن طريق بنسمع نصايح من حد، بنسمع كلام، مثلا بنشوف مثلا قدامنا صور، بنقرأ بوست، بنقرأ كتاب، أو مثلا آه، بنشوف بقى مثلا فيديو أو أي حاجة. فالمعلومات دي عقلك بيدخلها على 3 مستويات أو ب3 طرق. أول مستوى وهو المرحلة السطحية جدا، وهي مرحلة إدخال المعلومات. دي المرحلة السطحية اللي احنا كلنا بنعملها بشكل لا واعي. يعني احنا كلنا بنعمل المرحلة دي بشكل لا واعي، بشكل لا إرادي. فهي في المرحلة ديت انت آه، بدخل المعلومات لعقلك. يعني مثلا زي مثلا كأنك مثلا بتقرأ منشور على الفيسبوك، فانت بتشوف قدامك مثلا اللي قدام ده. دلوقتي عقلك بيقولك اللي قدامي كلمات وجمل وحروف، وانا دلوقتي بقرأ مثلا مقال او كده. فبيكون المعلومات ال- المعلومات بتكون سطحية تماما، مفيش اي تفصيل. فانت وعي بتدخل معلومات مجردة كده وسطحية. تمام. فهي دي يعني المرحلة السطحية الأولى. تاني مرحلة بقى عندنا وهي مرحلة فهم المعلومات. مثلا انت بتقرأ مقال أو بوست عن آم، أضرار السكر الأبيض. فانت بتقرأ، عرفت ان السكر الأبيض بيقلل من نشاطك، بيقلل من تركيزك، بيزود الخمول وكل الكلام ده. فانت دلوقتي قرأت كده، قلت مقال مفيد وانت عرفت بقى الكلام ده. فهو ده مرحلة فهم المعلومات، ان انت تفهم الفكرة مثلا العامة. المقال بتقرأه، الصورة مثلا لو شفت صورة ان انت تفهم الصورة ديت، مثلا صورة مثلا لبيت، لحديقة، لورد. فانت تفهم مضمون اللي قدامك. الكلام مثلا نصيحة، فانت تسمع تفهم النصيحة. يعني ده الفهم اللي احنا كلنا عارفينه. والمرحلة دي معظمنا كلنا معظم الناس بتعمله. هو يعني انت، يعني بص، هو كلنا بنعمله، كلنا بنعمل مرحلة الفهم. بس دلوقتي هنقارنه بالمرحلة الثالثة. فالمرحلة الثالثة بقى وهي مرحلة إدراك المعلومة. ده موضوع حلقتنا بقى النهاردة اللي أنا جاية أتكلم عنه وأنبهكوا ليه مخصوص. يعني إيه بقى إدراك؟ يعني أنت بقى بعد ما قرأت البوست وعرفت إن السكر مضر، وإن هو بيقلل نشاطك وكل الكلام ده، فأنت بقى افتكرت
ان انت عشان كده اول امبارح كنت هبطان وقاعد طول اليوم في السرير، عشان انا طول اليوم ما اكلتش الا سكريات وما فطرتش حلو، كنت مكتر جدا سكر. فعشان كده انا كنت هبطان ومش مركز ومش قادر اقف. فبناء على الربط ده انت اتخذت قرار النهارده وقلت خلاص انا وانت مثلا بتشرب شاي او بتعمل اي اكل، رحت انت بقى عامل قرار ومتخذ قرار، ورحت مقلل السكر اللي انت كنت هتحطه، مقلل كمية السكر اللي انت كنت هتاخدها. فهو ده ببساطة هو الإدراك. فالإدراك هو ان انت تاخد معلومات، ان انت خدت معلومات جديدة ربطتها مثلا بمعلومات قديمة كانت عندك او بموقف او اي حاجة، فعملت يعني ايه النتيجة؟ عملت بقى موقف او حركت ساكن، اتخذت موقف، اتخذت قرار، يعني عملت، المهم عملت حاجة. تمام. فهو الإدراك مش ان انت تكتفي بان انت خدت المعلومة الجميلة الحلوة المفيدة دي وبس حطيتها في عقلك. لا، الإدراك فعلا، الإدراك يعني ان انت تعمل شيء ملموس، تتخذ قرار، تغير من الواقع، تحسن حياتك، ان انت تعمل فعل، تعمل ردة فعل. فهو ده الإدراك. تمام. فهو الإدراك يعني ده. خليني أديك مثال تاني عشان مثلا تفهمه. فكلنا مثلا عارفين ان الرياضة مهمة، ولو انت لو سألت اي حد مثلا هيفضل بقى يقولك 20 فايدة للرياضة. مثلا الرياضة بتقوي القلب، بتقلل من علامات الشيخوخة وكل الكلام ده، وهنفضل بقى نقول فوائد كتير جدا. بس على الجانب الآخر مين هتلاقيه بينزل جيم إلا الأقلية، أو مثلا اللي بينتظم في الجيم. فهو يعني انت دلوقتي عارف الفوائد دي كلها، امال ليه مش بتنزل؟ فهو ده بقى الإدراك. في ناس أدركوا اللي فهموه، وناس مجرد فهموا بس لكن ما أدركوش المعلومات اللي هم فهموها. فعلشان كده أنا بقولك إن الإدراك يعني أفضل بقى تعريف ليه، أو أفضل بقى يعني وصف ليه بجد، هو المحرك، أو اللي هو يعني أنت دلوقتي عندك مثلا طموح، عندك مثلا نصايح كتير، عندك معلومات كتير قوي مفيدة، فهو بقى المحرك ليهم عشان يتنفذوا. يعني هو من غيره كل الكلام ده ملوش اي لازمة نهائي. تمام. فانت ما يبقاش هدفك ان انت تحصل اكبر قدر من المعرفة، اكبر قدر من المعلومات، وان انت تفهمها بس. لا لا، انت لازم ان انت تدركها، آه عشان ده هو فعلا اللي هيفيدك. فمن غير الادراك انت بجد انت قاعد كده بتغلف معلومات، معلومة جنب معلومة جنب معلومة في عقلك، من غير ما تستفاد منها اي استفادة، يعني مجرد معلومات كتير كده. فممكن دلوقتي حد يطلع يقول لي مثلا يعني ازاي المعلومات ديت مش مفيدة، وان انا لما يبقى اكتسب معلومات كتير يعني ده في حد ذاتها مش مفيد؟ ايوه طبعا. هيقول لي ازاي؟ يعني ده العلم نور والجهل ظلام. هقول لك ما هو مش اي علم نور بصفة مطلقة كده. لا، ده احنا حتى لما بنيجي ندعي بنقول اللهم اني اسألك علما نافعا. فده يدل ان في علم مش نافع، او علم انت ممكن يعني تحصل عليه لكن هو ما ينفعكش. يعني استفدت ايه من المعلومات؟ قولي بجد، من المعلومات اللي انت يعني اكتسبتها وحطيتها في عقلك دي، من غير ما تفيدك، من غير ما تقدمك خطوة للأمام، تغير من حياتك للأفضل، تحرك ساكن، مثلا تغير من أفعال غلط كنت بتعملها. من غير كل الكلام ده استفدت ايه من انت معلومات 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 رصيتها كده جنب بعض في عقلك؟ فانا بجد نصيحتي ليك ان انت يعني بجد لو انت بتعمل كده وده كل هدفك، فانصحك ما تتعبش نفسك، و يعني ما تضيعش وقتك في يعني ده شيء مش هيفيدك بجد. تحصيل معلومات من غير ادراكها مش هيفيدك. تمام. ف ونصيحة برضو تانية ليك، ان انت لو اي حاجة مثلا الفترة اللي فاتت عملتها
بالغلط ده او بالطريقه الغلط دي، انصحك ان انت بعد الفيديو ده يعني تكون مثلا، يا رب تكون ركزت كده وادركته فعلا، انصحك بقى تروح تجرب مرة تانية على كل الحاجات مثلا اللي انت سمعتها قبل الفيديو مثلا، وحسيت كده قلت لا ده ما استفدتش منهم حاجة، او مثلا انت مجرد فهمتهم ما ادركتهمش. فنصيحتي ليك بجد روح وجرب وهتشوف الفرق. اي حاجة مثلا انت حسيت بيها ان انت ما انتفعتش بيها، او يعني حسيت ان انت ضيعت وقتك او اي حاجة من الكلام ده، فنصيحتي ليك بجد روح وجرب تاني وهتلاحظ الفرق ان شاء الله. بس كده مش عايزة اطول عليكم النهاردة. يعني يكفي الفكرة الذهبية ديت ان انتوا تدركوها وتطلعوا بيها. وانتظروا ان شاء الله جزء تاني من الحلقة. وبس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتشيروا الفيديو لأي حد بقى انتوا تعرفوه، سواء كان طالب هيبدأ في مشروع هيحسن من نفسه، عشان بجد الكلام ده مهم جدا يعني، عشان يعني ايه فعلا حياتهم يعني ما تروحش، يعني ما تكونش هباء كده. وبس كده، لو عايزين بقى عندكم مثلا اي اقتراحات او اي مثلا مواضيع محددة عايزين نتكلم فيها، اكتبوا لي تحت في الكومنت. مع السلامة.